بقى هنتكلم على حاجة اسمها الانتراديرمال انجكشن أو الحقن في الجلد، بيكون الحقن ده بزاوية من 10 ل15. الزاوية ما بين سن السرنجة والجلد بتكون من 10 ل15. طيب الحقن الصحيح ان انا احقن صح، ان انا بحقن تحت طبقة الإبيديرمز على طول، مش بنزل، ما بكونش تحت قوي ولا فوق قوي. علشان كده لو اخدنا بالنا من الصورة اللي تحت وقسنا الزاوية ما بين الجلد وما بين سن السرنجة هنلاقيها من 10 ل15. انا بحقن تحت طبقة الإبيديرمز على طول، علشان كده احنا بنقول ده حقن، يعني ترجمته باللغة العربية في الجلد. طيب حاجتين مهمين بنستخدم فيها الحقن في الجلد او انتراديرمال انجكشن. اول حاجة السكين تيست، وده بنعمله للمضادات الحيوية كلها. بنعمل اختبار حساسية عشان نتأكد ان المريض ما عندوش اي حساسية من المضاد الحيوي اللي انا عايز اديهوله. تاني حاجة، وده حاجة مهمة جدا، في تطعيم مهم قوي بيتاخد اسمه البي سي جي او تطعيم الضرن، وده بيتاخد في عمر اول شهرين من عمر الطفل. والتطعيم ده بيتاخد في الذراع الايسر، وبيكون التطعيم ده بيتحقن في الجلد انتراديرمال. وطبعا مش اي حد بيحقن التطعيم ده، بتكون ممرضة او ممرض مدرب من قبل وزارة الصحة ان هو يدي التطعيم او يحقن التطعيم ده. طيب التطعيم ده طبعا بيحصل منه تفاعل، التفاعل ده في الاخر بيسيب لي حاجه اسمها فلات سكار، والفلات سكار دي مهمه جدا علشان تقول لي ان التطعيم اتحقن بشكل صحيح وان الطفل اصبح عنده مناعه ضد مرض الضرر.